Hello everyone. أهلا وسهلا بكم في قناة English with رامي. النهاردة إن شاء الله تكملة حلقات أصوات حروف اللغة الإنجليزية. بس قبل ما نبدأ، لو أنت جديد وأول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد على القناة، وما تنساش تشوف باقي الفيديوز علشان تتابع معانا من الأول. أما لو كنت مشترك في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتكتب لنا تعليقك في الكومنتس. يلا بينا، خلينا نبدأ. أهلا وسهلا بكم مرة تانية. قبل ما نبدأ، لو كنت بتكتب في الكشكول جهز نفسك علشان تكمل كتابة أصوات باقي حروف اللغة الإنجليزية. نيجي بقى على حرف ال W، بننطقه واو زي كلمة when، woman، with، week، wolf. مش بننطقه لو جه بعده حرف ال A زي كلمة right، رايتة. مش بننطقه لو جه بعده حرف ال H في بعض الكلمات زي كلمة who، whose، whole، whom. مش بننطقه في بعض الكلمات زي الكلمات دي صود، أنثى. نيجي بقى على حرف الإكس، بننطقه كس زي كلمة fix، mix. برضو بننطقه جز كده زي الجي والزد لو جه ما بين حرفين متحركين زي كلمة exam، example، exit. بننطقه زين في بعض الكلمات زي كلمة زيروكس وكلمة زيلفون. نيجي بقى على حرف الواي، بننطقه يه لو جه في بداية الكلمة زي كلمة yellow، يام، young. بننطقه صوت E زي كلمة poppy، happy، carry، ready. بننطقه صوت I في نهاية بعض الكلمات زي كلمة buy، buy، my، why، cry. برضو بننطقه I في بعض الكلمات زي كلمة buy، recycle. نيجي لآخر حرف بقى وهو حرف الزد، بننطقه زين زي كلمة zoo، zero. وبكده نكون خلصنا بنعمة ربنا كل أصوات كل حرف لوحده، وأتمنى أكون قدرت أوضح لك كل الأصوات لكل حرف. ولو كنت فعلا بتجيب في كل حلقة ورقة وقلم وتكتب، صدقني بنسبة 95% هتقدر تقرأ أي كلمة في أي كتاب وأي مجال، ومش هتحتاج لحد يساعدك، وهتبقى واثق من نفسك وانت بتقرأ أي حاجة. أما لو كنت مش بتكتب وبتحفظ من غير ما تحتاج إنك تكتب، يبقى دي موهبة حلوة ربنا اداها لك إنك تحفظ بسهولة. إن شاء الله الحلقة القادمة هناخد بعض أصوات الحروف المركبة من حرفين أو 3 أو 4 حروف، وبكده تكون أنت بتقدر تقرأ وتنطق أي كلمة في اللغة الإنجليزية بدون أي أخطاء. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة. أتمنى أكون قدرت أوضح لكم كل أصوات الحروف اللي خدناها النهاردة. أشوفكم على خير الحلقة القادمة. Goodbye.